مش عارف ليه بضحك بجد. تحفه. هنعمل دلوقتي تحدي ان صاحب اكتر نكته سخيفه بتضحك يطلع معانا في حلقه. هختار اكتر 3 حاجات ضحكتني وهنسيب التصويت في الاخر ليكوا. اختار واحده من ال3 اللي انا اخترتهم. فيروز عبد العزيز بتقول مره تلفزيون حب تلفزيونه راح قال لها هاتي بوصه. مره واحد خليجي راح يحلق عند واحد مصري فطلع اقرع عشان كل ما الحلاق يقول له كويس كده الخليجي يقول له والله ما قصرت. واحد مسطول وقع من البلكونه، الناس جريت عليه خير خير ايه اللي حصل؟ قال لهم ما اعرفش انا لسه نازل دلوقتي. طيب في نكته من مريم بهاء بتقول مجموعه سلاحف رايحين البحر وصلوا بعد 3 سنين وهم بيطلعوا الحاجات بتاعتهم بعد ما وصلوا للبحر، يعني اكتشفوا ان هم نسيوا هدومهم، فهم قالوا ايه السلحفاه الصغيره تروح تجيب الحاجات الناقصه، فالسلحفاه قالت لهم تمام بس محدش ياكل وبدات تتحرك. بعدين استنوا 3 سنين 4 سنين ما جاتش، فقالوا ايه خلاص ماتت في السكه ولا حصلت لها حاجه، فبداوا يطلعوا الاكل اللي كان معاهم، فطلعت لهم من ورا الشجره وقالت لهم لو عملتوها تاني على فكره مش رايحه. هي ما كانتش اتحركت لسه. الاختيار كده هيبقى صعب قوي على فكره. مره كان في واحد ندل وكان كاتب وصيته لابنه انه يكون ندل زيه، فتعب راح وداه المستشفى فكان بيموت خلاص، جه ينطق الشهاده ابنه حط ايده على بقه. ده ايه ده؟ دي ندالة يعني. مرة فلاشة سألت اسطوانة قالت لها انت منين؟ قالت لها من سيدي جابر. هذا ذوقي والله. دي نكتة ياسين أحمد سعد. الضباط بتتفسح فين في الويك إند؟ في مسرح الجريمة. ماشي يا جرجس. حبيبة طارق سميرة سعيد عملت محضر جابوا لها الجاني بعد يومين. كوسة وقعت على الأرض قالت اتقورت. ماشي يعني هي بس هي حلوه بس قديمه يعني سمعتها قبل كده. مصطفى سيد بيقول واحد ومراته متخانقين فبطلوا يكلموا بعض فكتب ورقه صحيني الساعه 6 ونص عشان عندي شغل، حط الورقه على السرير نام صحي الساعه 10 فلقى ورقه مكتوب عليها الساعه 6 ونص. مره واحد بلع فوق طريقه نشف شكرا ما تكتبيش نكت تاني. ريري فهد كاتبه نكته فلاح كل لما يزرع ارضه تيجي الارانب تاكلها، اخر لما زهق منها مسك كل الارانب خلع اسنانهم كلها وراح زرع الجزر ولقاه برضه اتاكل، راح ماسك ارنب قال له ازاي بتاكلوها انا خلعت لكم اسنانكم كلها، راح الارنب قال له بنسويه عصير وبنشربه. احنا كان لازم نعمل الحلقه دي من بدري. مره واحد عايز يتفرج على ام بي سي 4 ففتح ام بي سي 2 مرتين، يعني جرعه الضحك والله خرجتني من المود السيء والله. ايمن لبيب مره واحد حلم ان في ناس ضربته، تاني يوم لم ولاد عمه وناموا بدري، يا رب ما يكونوا صحيوا لحد دلوقتي. مره بطه دخلت سوبر ماركت سالت البياع عندكم عنب؟ قال لها لا ما عندناش، فمشيت جت تاني يوم سالته عندكم عنب؟ لا، فمشيت كانت تالت يوم عندكم عنب؟ قال لها مش انت جيتي قبل كده مرتين وقلت لك ما عندناش؟ والله لو جيتي تاني سالتي على عنب لاجيب مسامير ومسمر رجليك المسطحه دي في الارض بمسامير. فمشيت وجت رابع يوم سالت البياع عندكم مسامير؟ قال لها لا، قالت له تمام طب عندكم عنب؟ ماشي. دي كانت نكتة عبد الرحمن بدر. مرة سمكة سألت اخطبوط انت زعلان ليه؟ قال لها عشان مش عارف ايدي من رجلي. في النكتة التانية بتاعت انه اخطبوط راح يتقدم فراح قال لحماه عمه انا من ايدك ديل ايدك ديل ايدك ديل ايدك ديل. محمد قطب او محمود قطب بيقول مره صيدلي قابل صيدلي قال له مرهم بيك. تحفه. محمد مره قلم عمل حادثه اتصل باهله قال لهم انا بين الحياه والموت، قالوا له ده بجد ولا بتكتب؟ في حاجات احسن من كده بكتير. محمد سعد بيقول مره واحد بيسال واحد انت جايب شعرك على جنب ليه؟ قال له عشان العربيات. ده بؤس ده. نكته بائسه جدا. محمد الحضري بيقول مره مدرس رياضيات خلف ولدين واستنتج التالت. ماشي يا سيدي ربنا يخليهم له. اماني مره موسيقار راح يتقدم فبيقول للراجل عمي انا طالب الاورج منك. انا كده خلصت النكت اللي احنا اخترناها بين الحاجات. انا هقول لكم اكتر 3 4 حاجات عجبوني انتوا تختاروا منهم على اساس انه صاحب النكته دي هيظهر معانا في حلقه من الحلقات. في النكته بتاعه الخليجي اللي راح يحلق فشعره كله اتشال عشان كل ما الحلاق يساله يقول له والله ما قصرت، دي عجبتني قوي. وفي النكته بتاعه السلحفاه اللي هي سلاحف رايحين فقالوا لها هنستناكي تاكلي فبعد 3 4 سنين لقوها لسه بتقول لهم مش رايحه. بتاعه فلاشه سالت اسطوانه قالت لها انت منين؟ فقالت لها انا من سيدي جابر. ومره تلفزيون حب تلفزيونه قال لها هاتي بوصه. دي اكتر حاجات عجبتنا. نتيجه الاستفتاء في الكومنتات اكتر نكته هتاخد تصويت هنعزم صاحبها يحضر تصوير معانا. ولو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير وقولوا لنا لو عايزين نعمل جزء تاني منها.